السلام عليكم ورحمة الله حبايبي متابعيني. وصفتنا لهذا اليوم هي لحمة بعجين الملفوف. سويتها بهذه الطريقة، شوية تغيير. هذه فكرة الوالدة، الله يحفظها ويحفظ جميع أمهاتكم. كانت دائما هيك تسوي لنا إياه، خصوصا بأيام المدارس، يفيد للأطفال حتى ما يوسخهم أو يعني يوقع على ملابسهم. شوية هاي الطريقة أنسب. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي الحشوة. لا أحتاج لهذه المكونات من الخضار، وكمية لحم 650 تقريبا غرام. عندي هنا أبدي باللحم، أحمسه أول شي، ولما تخلص كل السوائل البي ويحمس كامل أضيف له البصل رح أقطعه جوانح. أنا هنا سويت كمية تقريبا 3 بصلايات، حجم وسط. يبين البصل إنه هواية، بس بالأخير يعطي كلش طعم طيب، لأنه كله رح يذبل وما يبين بالأخير، يعني شكله بس النكهة تبقى بهذا الشكل. أنا مسويته جوانح، رح أضيفه على اللحم وأخلي عليه ملح وأغطيه، أتركه شوية فترة 4 دقائق 5 أجي ألقاه يعني كله ذابل. وأرجع أضيف الفلفل الأخضر على شكل شرائح. طبعا هذا كله بالحمس يختفي ما يبين يذبل. بهذا الشكل أبدي أحمس بيهم وأضيف 7 بهار وفلفل أسود. البهارات حسب أنتي اختيارك، شنو اللي يعجبك تضيفيه. وهنا عندي الطماطة ثرمتها بشكل ناعم، ولح أضيفها همينة بهذا الشكل وأتركها لحد ما تذبل. وبعدين بعد ما تذبل رح أضيف لها ملعقة معجون طماطة وملعقة دبس فليفلة، حسب. إذا ما عندك دبس فليفلة تقدرين تضيفين بابريكا، وإذا ما عندك بابريكا تقدرين تضيفين بس المعجون طماطة. وهنا أنا خليت ملعقتين أكل من الكاتشب البارد، وملعقة دبس الرمان. أنا هنا يعني الإضافات اللي أضيفها كلها مباشر، ما أفرغ مثلا بالصحون أو بالأكواب، حتى يكون الشي واضح قدامكم وما يعني يصير عليكم هواية أشياء ومكونات. وهنا شطة حسب الرغبة، والفلفل الملون الأخير هاي إضافة، إذا ما يعجبش لا تضيفيها، يعني اعتمدي بس على الفلفل الأخضر والطماطة. وبهذا الشكل كملت الحشوة. هسه راح أبدي بالعجينة. هنا أنا عندي 1.5 كيلو طحين، أنا ناخلته ومحضرته بهذه العجانة. ضفت لها ملعقة خمرة، ملعقة شكر، ملعقة أكل طبعا، وملعقة كوب بيكنج باودر، وملعقة أكل ملح. راح أخلط كل المكونات، وبعدين أضيف لها 3 خواشق أو 3 ملاعق أكل من حليب الباودر. من بعد ما خليت كل الإضافات الجافة والمكونات الجافة، راح أبدي أخلطهم كلهم كامل. وبعدين أضيف هنا مقدار تقريبا كوب من اللبن. هذا اللبن أو الزبادي يعني يكون حلو شوية مو حامض. هذه الكاسة تقريبا قياسها 250 غرام، أنا قايستها يعني تقريبا كوب لبن. وراح أرجع أضيف بنفس المقياس مال الكاسة كوب مي فاتر، وأبدي أخلطهم كلهم بالعجانة. وبعدين أضيف لهم زيت الزيتون. زيت الزيتون أنا هنا خليت نص كوب، يعني نص الكاسة يعني نص كوب. أبدي أخلطه كله كامل، وأشوف إذا يحتاج لبعد سوائل أضيف له بالأخير. مقدار المي حسب انتي نوع الطحين مالتك، يعني ما أقدر أقول إيش قد، يعني تقريبا أنا ضفت هنا 1.5 كاسة اللي هي يعني 1.5 كوب من المي، وكوب من اللبن، ونص كوب من زيت الزيتون. سويت لي هذه العجينة اللينة الطرية. طبعا زيت الزيتون كلش يتطراول العجينة، خصوصا عجائن اللحم بعجين. إذا ما متوفر عادي تقدرين تضيفين الزيت النباتي. بهذا الشكل تكون العجينة كلش طرية ولينة، بس بنفس الوقت ما تلزق، هيجي شكلها. راح أتركها تتخمر تقريبا لفترة 1.5 ساعة، وأرجع لها ورا ما تتخمر أبدي أكورها، أقطعها وأشتغل بيها. بهذا الشكل ما شاء الله اختمرت ورا تقريبا 1.5 ساعة، جيت لقيتها كلش مختمرة. وقوامها كلش لين حلو وسهل بالتشكيل، ما يعذب بالطرق. أهم شي هو هذا. أنا أفتحها بالطحين، راح أبدي أكورها على شكل كرات حسب الحجم، حسب انتي اللي يعجبك، الشكل همينة حسب اللي يعجبك. تقدرين مثلا ما تسويها ملفوفة مثل ما سويتها، تسويها مفتوحة، هذا كل شي راجع لك. والحشوة أيضا يعني هاي اختيارية. الحشوة تقدرين تحشين مثلا لحم، دجاج، جبان، زعتر، شنو اللي يعجبك. بهذا الشكل راح أكورها وأتركها فترة تقريبا 10 دقائق، وبعدين أبدي أشتغل بيها.
ابقوا وياي لنهاية الفيديو، ولا تنسوني حبايبي باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيهات حتى يجيكم كل شي جديد. وإذا عجبكم الفيديو شيروا بين أحبابكم أو أصدقائكم. هسه من بعد ما تركتها فترة 10 دقايق جيت لقيتها يعني أمينة كلش مرتاحة، حتى تكون أسهل إلش تفتحيها. كل ما يعني تخمريها مرة ثانية كل ما تكون عليك سهلة بالفتح، وبالشوي أيضا تعطي نتيجة. بهذا الشكل افتحها على شكل دائري، تكون يعني السمك مالتها لا كلش خفيف ولا كلش سميك، واحشيها تقريبا مثل يعني طريقة البورق مالتنا شلون نحشيه، والفها بهذا الشكل. اني هنا الفيديو ما سرعته، خليته يعني بطيء حتى اشوفكم الطريقة شكل واضح. بهذا الشكل الفها كلها بهذه الطريقة، الفها كل العدد واشويها. طبعا الفرن اني اللي اشوي بيه اعلق بس الاسفل، احميه مسبقا وبعدين اشوي. هنا أنا ابني راد جبن، خليت له جبن موزاريلا بيها، وبهذا الطريقة لفيتها كلها يجي بهذا الشكل. ايضا همين اتركها تقريبا فد 5 دقائق تتخمر، وارجع بعدين ابيضها. اني هنا خليت بيضة وحليب، بيضة كاملة وحليب يعني كله دهنت الوجه كليته بهذا الطريقة، وخليت شوية حبة سودة أو سمسم حسب انتي شنو اللي ترغبي له وتحبيه. بهذا الشكل ما شاء الله شوفوها شلون يعني منفشة بالفرن. وهاي نتيجتها ورا ما طلعت كلش طيبة، قطنية، ماكو هيك شي، فالطعم طيب، وش قد ما تبقى بالفريزر ما عليها شي، هي مثل ما هي تطلع. وهاي نتيجتها، شوفوا بسم الله ما شاء الله كلش هشة. لا تنسوني حبايبي باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيهات حتى يجيكم كل شي جديد إن شاء الله، ونبقى على تواصل. سهمنا وسهمكم العافية، نلقاكم في فيديو جديد، في أمان الله، مع السلامة.